كنت مرشحة البرلمان 2010 كتلة المرأة. انا عايزه حضرتك تكلميني على تجربتك في ضرب مرسي. أنا حضرتك كنت معتصمة هنا عند الاتحادية. كنت طبعا طلبت مقابلة الرئيس المخلوع مرسي. فطبعا فضلنا قاعدين، كونت مجموعه. كان في ذلك الوقت الناس كانت بتعدي وبتستهزأ بينا وتقول ايه ده، يروحوا بيوتكم عايزين نعيش حياتنا. بس انا كان عندي قضيه مؤمنه بيها وكنت لازم اكملها. فطبعا هو رفض مقابلتنا. فاليوم ده كان زياره اسماعيل هنيه، فانا شفته هو داخل وكنا طبعا صيام وقاعدين. يعني حسيت ان هو مش انسان بالمره، ان هو شايفنا وشايفنا من الكاميرا وشايف ان احنا قاعدين بقالنا 20 يوم وما فكرش انه يسال ولا همه. يعني معناها ان هو كان جاي يحكم شعب اخر مش يحكمنا احنا. فاليوم دوت صممت ان لازم اعمل حاجه، بس انا ما كنتش عارفاها هي ايه. فبعد صليت التراويح وطلعت ووقفنا على باب القصر، فضلنا نهتف ونطلب اسقاطه. وطبعا ولا حياه ما تنادي. بعديها انا حسيت طبعا ايه، معروف يعني تكنيكيا ان هو عارف ان انت واقفه هنا، عمره ما هيطلع من المكان اللي انت واقفه فيه. فجريت على باب تاني. في اللحظه اللي انا جريت عليها كان هو في التوقيت اللي خلاص خارج وما لحقوش يعملوا اي حاجه غير ان يطلبوا باللاسلكي الجنود تتنقل على الباب التاني. فانا بدون وعي وبدون تفكير بالامانه، لان انا سالت كتير من الزملاء زي حضرتك سالوني، لو فكرت ما كنتش هعمل الامانه. لان احيانا بيبقى عند الموت الروح حلوه. بس انا ساعتها حسيت ان مصر، يعني انا لما اموت طز فيها مش مشكله روحي، بس المهم ان البلد يعيش، وان المهم مرسي ده ما يبقاش رئيس، لان انا ما كنتش مؤمنه بيه كرئيس ابدا. فطبعا اقتحمت الموكب ودخلت. هو للامانه وقف عشان يسلم عليا، عشان برضك الواحد يقول حق ربنا. ففوجئ ان انا بعتدي عليه وبضربه وكسرت له عربيته، وطبعا وبقيت طايحه في الموكب كله. ودخلت جوه الموكب ما بقاش حد عارف يحوشني. واللي انا عرفته بعد كده ان هم تخيلوا ان انا لابسه حزام نازف، فلو ضربوا عليا بالنار هم كلهم هيموتوا، فهم فضلوا ان هم يجروا مني وما يضربونيش. فطبعا انا ما همنيش في اليوم ده. انا طبعا اتخطفت وبس. يعني شاء القدر ان يعني ارجع. تقولي لي ازاي؟ اقول لك ده اراده ربنا. بعديها باسبوع طبعا هم جم تاني يوم حرقوا لنا الخيم. لو حضرتك تتذكري يوم ما قالوا جبنا نص يا معفنين، دي كانت الخيم بتاعتي اتحرقت في اليوم ده. في اليوم ده انا اتخطفت بقى، ما رجعتش. شاء القدر برضك ان انا اطلع بطريقه، يعني ربنا هو وحده بس اللي نجاني منها. جاء بعد كده طبعا ما بقاش لنا مكان. رحنا قلنا طب هنعتصم فين؟ رحنا عند المنصه. بعديها ب4 ايام كان موجود على اليوتيوب ان هو ابنه ابو لسان طويل احمد قال ان هو هيتخلص مننا في خلال 24 ساعه. فعلا جه وهجموا علينا، مش عايزه اقول لك باسلحه ومولوتوف، وفضلوا يضربوا فينا. انا واحده من الناس اصبت، وطبعا خدوا شنطتي باللاب بتاعي بكل حاجه عشان يعرفوا ايه اللي فيه. حظهم الاسود كان اللاب ده لسه اول مره، لسه ما استخدمتوش، ما كانش فيه اي معلومه يستفيدوا منها. بس اللي انا عرفته ان هو كان عايزني انا بالاسم عشان انا اول واحده تطورت عليه، فما همنيش وما خفتش. ورحت بعد كده رحت عملت تقرير طبي في المستشفى وتحولت للنيابه واتحقق معايا تاني يوم. وعايزه ابلغ من منبرك هنا الشكر بالامانه للمستشار عبد المجيد محمود، لان ايامها في ذلك الوقت اتصلوا بيه في المحكمه بتاعت مصر الجديده، نيابه مصر الجديده، قالوا له ان في كاتبه اعلاميه من اسكندريه عايزه تعمل محضر ضد ابن رئيس الجمهوريه. قال لهم من حقها، هي مواطنه من حقها تشتكي اي حد. ففعلا عملت. بس الموقف بقى الغريب ان انا فوجئت لقيت الاعلاميين اللي لحقتني بتاعت مصر اليوم سجلت معايا. بعد كده لقيت صمت رهيب جدا. ايه في ايه؟ لقيت المحكمه مقفوله وكنا الساعه 1. فايه الموضوع؟ فعرفت ان هم جالهم بلاغ ان انا هيتم اغتيالي داخل المحكمه، فاضطر يامروا ان المحكمه يطلعوا كل المواطنين والمحامين وكله من المحكمه ويغلقوها لغايه ما يخلص التحقيق معايا. وفعلا خلصت التحقيق ومشيت. وقال لي انت، وقلت له بص انا هحلفك يوم الموقف العظيم انت هتعمل التحقيق بجد ولا هيبقى عشان ده ابن رئيس جمهوريه وما يكملش. قلت له على حتى لو ما كملش في ربنا هيخلص الناس دي، وانا كنت مؤمنه سبحانه وتعالى بربنا قبل اي حد.
ان الناس دي عمرها قصير جدا 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 لسبب بسيط جدا. هو لما جه مكان يعني ممكن كان ياخد كل حاجه، بس واحده واحده هو راح جاي مأخون كل الوزارات وكل حاجه في الدوله. فكان هو ده القبر اللي فحته برجليه. يعني مرسي لو كان قاعد كان ممكن ياكل واحده 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 وكان ياخد كل حاجه، بس هو غبي، هو عنده غباء، يعني دكتوراه في الغباء، بدليل ان هو وقع بالدرجه دي. وهو طبعا ما كانش رئيس، واحنا عارفين كده كنا مؤمنين. اللي كان رئيس الشاطر والمرشد لعنه الله عليهم كلهم، مش هم بيقولوا علينا لعنه الله، ده هم لعنه الله عليهم علشان عمالين يموتوا في اخواتنا وفي اهالينا وفي الضباط بتوع كرداسه اللي موتوهم. ده موتوهم ليه؟ ويموتوهم بوحشيه بغباء. دول ناس لا يعرفوا لا دين ولا اخلاق ولا اي حاجه خالص، لان لو بيعرفوا دين واخلاق ما كانوش يموتوا الضباط بالبشاعه، بشاعه لا انسانيه بالمره. ما ينفعش يتقال عليهم بني ادمين وهم كانوا بيموتوا ويحرقوا ويمسك الضابط منهم يدوس عليه كانه طار شخص. دول ناس كانوا جايين عشان الكرسي فقط لا غير، فعشان كده ربنا خلاهم ما لحقوش يتمنوا ياخدوا كرسي. ومرسي كده انا واثقه ان هو كده هو اتهطل اكتر ما هو كان مقتول. وجماعته بقول لهم اتقوا الله، العجله ما بترجعش ورا، وعمركم ما هتاخدوا الكرسي ولا عمركم هتاخدوا مصر، لان مصر كبيره عليكم.